السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ رب تكونوا بخير. النهارده معانا الجزء الثاني من حكاية مستحضر الارواح مويو. ولا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، واهم حاجة لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نكمل الحكاية. وهنا القائد بيحاول الدفاع عن نفسه وبيعمل درع، ولكن المحاربين الهياكل بيهجموا عليه وبيدمروا الدرع. وهنا القائد بيستعمل هجوم ناري وبيحاول يخلص عليهم، ولكنه لم يأثر فيهم وبيخلصوا عليه. وهنا الرامي بيتفاجئ من موت القائد نان في ثواني فقط، وبيستغرب انه مع ان سمة الرشاقة عنده 1000 نقطة، ولكنه لا يستطيع تجنب هذه الهياكل العظمية. وهنا بيقرر يهرب ويترك يوان تشو خلفه. وهنا بنشوف يوان مفعل مهارة الدفاع المطلق، وبيتفاجئ مويو من ده، وبيقول لنفسه إنها واحدة من المهارات الأساسية للمحاربين، وعند تفعيلها يكون دفاعهم قوي جدا في وقت قصير، لدرجة تصدي محارب في المستوى 20 لهجمات ساحر في المستوى 40 بهذه المهارة. وبنشوف يوان مرعوب جدا من هذه الهياكل. وهنا مويو بيستعمل المهارة الأولية على المقاتلين الهياكل وبيأمرهم بالهجوم. وهنا بيهجموا عليه بضربة الهائج، واللي تعطيه أضرار بمقدار 200% من مقدار القوة، وبالفعل بيخترقوا دفاعه. وهنا مويو بيفتكر كلام أخته وهي بتقوله في المعركة إما أن تقتل أو سيتم قتلك، وإياك أن تكون طيب القلب. ونينجي متفاجئ إنهم جميعا موتى، ولكنه لسه ثابت. وبعدها بنعرف إن بعد موت اللاعب بتسقط الأشياء اللي معاه، وبتقول له نينجي إن هذه الأدوات من زنزانة ملك الأورك، وإنها زنزانة من المستوى 20 في مدينة شاو هوي، وأكيد هم كانوا هناك. وهنا بيقول مويو لنفسه إن هذه الأدوات غير مفيدة أبدا، ولكنها ممكن تساوي بعض المال لو بعتها. وبيلاقي بين الأدوات لفافة مهارة للمبتدئين، وبيقول لنفسه إنها تساوي أكتر من 10,000 قطعة ذهبية، وبيفكر إن كان يبيعها ولا يستخدمها. بتقوله نينجي باستخدامها، وما تقولش إنك بتفكر تبيعها وإنها ليست متقدمة، لذا فلن تجلب الكثير من المال. وبيقول لنفسه إنها لا تعتبر 10,000 عملة مبلغ كبير، فأكيد إنها غنية جدا. وبيقول لها إزاي أستخدمها. بتقوله سهلة جدا، فقط امسكها وكل استخدام. وبالفعل بيعمل كده، ولكن مفيش حاجة حصلت. ولكنه بيعرف بعدين إنه لازم يستخدم قوته عليها لتفعيلها، وبيعمل كده وبيكتسب مهارة حرق الجثث من المستوى الأول، ودي تمكنه من حرق جثة العدو، وكمان تعرضه لأضرار بقيمة 10% من نقاط حياته، وتعمل في مدى متر واحد. وبيقول لنفسه إنه اكتسب مهارة جديدة مع إنها ضعيفة، ولكن لما أربطها بقدراتي وموهبتي فسيصل مداها ل10 أمتار، وهتكون مفيدة جدا في انفجار جثة العدو، خاصة لو كانوا حشود، فيمكنها نقل الانفجار للجثث المتقاربة، وإنها مهارة لا تقهر. وبفضل موهبتي فهتكون جميع مهاراتي في المستوى الأسطوري. وبعدها بتعطيهم مكافأة عشان أنقذها، وهي لفافة متوسطة المستوى، ويمكنها إيقاظ مهارة ما بين المستوى 40 وال70، مع احتمالية إيقاظ مهارة متقنة. إنها قيمة جدا. وبيستغرب مويو لأنها مطاردة بسبب هذه اللفافة، وقال أن تعطيني إياها. بتقوله إنها عثرت عليها في زنزانة الأورك، ولم أتوقع أن يراني هؤلاء الأشخاص وأرادوا سرقتها، ومع إنها ليست قيمة جدا، ولكن لما علي تسليم شيء وجدته بمجهودي إلى حفنة من الغرباء، لذا طاردوني لحد دلوقتي، ولكنك أنقذتني وسأعطيك اللفافة. بالمناسبة معاك أكل. وهنا بيعطيها البطاطا، وبتقوله أنت هنا عشان تزود مستواك، وأنت ناوي على أكاديمية إيه؟ بيقول لها أكاديمية شيا جينج. بتقول له كويس، وبتقول لنفسها إن بقوته دي لن يكون من الصعب عليه دخولها. وهنا بتقول له لو انضممت للأكاديمية فتذكر أن تذهب لبرج السيف السماوي، ويمكنك أن تأخذ ضعف المكافآت في أول تحدي لك في البرج، وعليك شق طريقك لأعلى بقوتك، وكلما صعدت لطابق كل ما المكافآت زادت، وده يعطيك الكثير من النقاط، واللي هي أهم من الذهب في الأكاديمية. وفي اليوم التاني بتقوله أنا جعانة، فبتاخد منه كل البطاطا الحلوة، وبعدها بتغادر. وهنا بيقرر بطلنا تجربة مهارته الجديدة على الأشخاص اللي خلص عليهم، وبينتج عنها انفجار ضخم. وبعد كده بينطلق على منجم البحر الغربي،
وبيقول لنفسه إنه محتاج 70 نقطة من الطاقة العقلية لاستدعاء محارب هيكل عظمي من المستوى البرونزي. وبعد التعافي استدعيته 4 محاربين جداد، وبيوصل عند مدخل المنجم، وبنشوف إن الجميع بيكونوا فريق لدخول الزنزانة. وهنا بيظهر بطلنا وبيستغرب الجميع من فئته، وبيروح على الزنزانة وبيقول له النظام إن في مستويين صعوبة، المستوى العادي والمستوى الكابوس. وبيفكر بطلنا شوية في الأمر، وهنا بيستخدم لاعب كشف المهارة على مويو لمعرفة معلوماته، ولكن بيعترضه المحارب الهيكل العظمي وبيترعب اللاعب جدا. وهنا بيعرض الجميع على بطلنا الانضمام، ولكن بيرفض عروضهم وبيختار صعوبة الكابوس، وبيدخل الزنزانة بمفرده، وبيتفاجئ الجميع من ده. وهنا بيسألوا اللاعب اللي استخدم مهارة الكشف على مويو ليعرفوا معلوماته، ولكن بيقول لهم إن هو لم يحصل على أي معلومات. ونرجع لبطلنا، وبيكون في دائرة البداية، وبمجرد خروجه منها هتهاجمه الوحوش. وبيحل بطلنا عفريت المنجم، وبيقول بطلنا إنه وحش نخبة معزز مع قوة ودفاع مرعبان، والسمة الجسدية لمهنة الفارس من المستوى ال14 فقط من 300 ل 400، وهو أدنى بكثير من وحوش النخبة المعززة. وهنا بيستدعي الكثير من مقاتلي الهياكل العظمية، وبينطلقوا وبيخلصوا على عفريت النخبة المعزز، وبيكتسب مويو 4200 نقطة خبرة. وبيتفاجئ من ده لأن ده أعلى 10 مرات من الخارج. وبيستمر بطلنا في التقدم وقتل عفريت ورا التاني، وبعد 5 دقايق بس بيوصل للمستوى ال11. وبعد رفع المستوى بيتم استعادة قوته بالكامل، ودلوقتي عنده الإمكانية لاستدعاء 4 محاربين كمان. ومع زيادة المستوى تأتي الزيادة في السمات والمهارات الأساسية أكبر وأكبر، وكمان ده هيزود السمة الأساسية للمقاتل العظمي بمقدار 20 نقطة، وبعد تضخيمها ل10 مرات فإنها تزيد في النهاية بمقدار 200 نقطة. وبيستغرب إن جميع مهاراته ارتفعت ما عدا مهارة الانفجار الجثة. وبينتقل بطلنا من منطقة للتانية، وبيوصل لعند ملك الذئاب المعدني، وده زعيم نخبة مع مهارة الهدير. وهنا بيأمر جميع الهياكل العظمية بالهجوم، وهنا الملك بيستخدم مهارته ولكن بلا فائدة، وبيهجموا عليه بضربة الهيجان، وبيتعرض لإصابات خطيرة. وهنا الزعيم بيتراجع، وبيظهر مئات من الذئاب في المستوى ال14، وبيقول لنفسه إن فريق من 5 أشخاص لن يكونوا قادرين على التعامل معهم، ولكني مستدعي أرواح، وكل هذه هي نقاط خبراتي. وبيستعمل مهارة انفجار الجثة، وبيخلص على جميع الذئاب، ولم يتبقى سوى ملك الذئاب، وبيستخدمها عليه أيضا، وبيخلص عليه في ثواني. وبعد كده بينطلق لعند الزعيم النهائي، وبيقول لنفسه إنه اكتسب أكتر من مستوى واحد في ساعة واحدة بس. ومع هذه الكفاءة من الممكن الوصول إلى المستوى ال16 أو ال18 أو حتى ال19 مع عدد قليل من الجولات. وبيوصل لعند ملك العفاريت مع سمات قوية جدا. وهنا الزعيم بيهجم على بطلنا بهجوم مدمر لدرجة إنها كلفته 2 من مقاتلين الهياكل العظمية. وبيقول مويو إن قوته ضعيفة جدا ضد ملك العفاريت، وفي المستقبل عليه التركيز على زيادة الطاقة الجسدية. وبيستدعي الكثير من محاربين الهياكل العظمية وبيهجموا عليه، ولكنه بيقفز لأعلى وبيهجم عليهم بالصدمة الأرضية، وبيكمل هجوم عليهم بهجوم النفس الناري. وهنا بطلنا بيهجم عليه بشعلة الروح لمنعه من استخدام مهارته. وهنا الهياكل بتهجم عليه وبيخلصوا على الزعيم، وبيكتسب بطلنا 40,000 نقطة خبرة وخنجر ملك العفاريت ورداء المعرفة من الدرجة البرونزية ونواة الملك. وهنا بيوصل بطلنا للمستوى ال12، وبعدها بيرتدي رداء المعرفة وبيغادر الزنزانة، وبيتفاجئ الجميع من رجوعه. وبنعرف إن وقت التهدئة هي 12 ساعة لفتحها، وبيقول لنفسه إن في الوقت ده هيتأمل لاستعادة طاقته. وتلك الزنزانة ساعدتني جدا لمعرفة أكبر نقاط ضعفي، وأيضا فهم الغرض من مهاراتي. وبعد 12 ساعة بيرجع لمدخل الزنزانة، وبنلاقي إن في أشخاص من النقابة الملكية بيمنعوا الآخرين من دخول الزنزانة، لأن رئيسهم الشاب بيكمل مهمة الزنزانة، وبيمنعوهم من الدخول لغاية ما يخلص مهمته. وبيغضب شخص من غرورهم، وهنا القائد بيهجم عليه بضربة نارية وبيخلص عليه. وبيسأل مويو شخص عن اللي بيحصل، وبيقول لنفسه إنه نائب الزعيم للنقابة الملكية. فهمت، فإن النقابة الملكية تحتاج إلى نواة ملك العفاريت
ولا يمكن الحصول عليها إلا من مستوى الكابوس، وتسقط مرة واحدة فقط كل 100 يوم. وده كان سبب منع الآخرين من دخول الزنزانة، بينما يكمل زعيم النقابة المهمة في الداخل، وهي مهمة جدا بالنسبة لهم. وده لأن يمكن استخدامها لصياغة خاتم ملك العفاريت، واللي تمكنه من زيادة جميع السمات بمقدار 10، ومستوى جميع المهارات بمقدار 1، ويمكن استخدامها في المستوى 15، ويعتبر أقوى عنصر للاعبين دون المستوى 40. وبيقول مويو لنفسه: مع هذه السمات الممتازة، لا عجب في أن زعيم النقابة الملكية عايزها، ولكن من يهتم بنقابتهم؟ إنهم يمنعوني من رفع المستوى. وبيروح لعند مدخل الزنزانة وبيقول لهم تنحوا جانبا، ولكن قائد النقابة بيسخر منه وبيقول لهم مويو المرة الأخيرة ابتعدوا عن الطريق، ولكنهم بيستمروا في السخرية منه. وهنا بيتقدم لعنده وبيترعب القائد جدا من نظرات مويو، وبيقول له لو تقدمت خطوة كمان هقتلك. ولكن بطلنا لم يهتم لكلامه وبيتقدم، وهنا بيستعد الجميع لقتاله، وبيفعل واحد منهم درع وبيقول له انت مجرد فتى في المستوى ال 12، ولا يمكنك اختراق درع الطاقة الخاص بيه. وهنا بيهجم عليه المقاتل العظمي وبيدمر درعه، وهنا بيستعمل مقاومة دائرة اللهب لقتل المحارب العظمي، ولكنه بيتفاجئ انه لسه عايش وبيهجم عليه تاني، ولكن بلا فائدة. وهنا بيقول لرماة السهام بقتل المستدعي، وعندها يختفي المقاتل العظمي من تلقاء نفسه. وهنا بيهجموا عليه بالسهام، ولكنه بيستدعي محاربين وبيسدوا السهام، وبيتفاجئوا من وجود أكتر من مخلوق. وهنا بيهجم الفارس على بطلنا بضربة رقصة ثعبان اللهب، وبيظن الفارس إن كده انتهى أمر بطلنا، ولكنه بيخرج الكثير من محاربين الهياكل العظمية وبيصد هجومه، وبيهجموا على فرسان النقابة، والقائد مرعوب جدا، ولكن بيقول لفريقه بالاستعداد للمعركة. وبيقول لنفسه نقابتنا لديها خبرة واسعة وتنسيق ممتاز، النقابة الملكية لا تقهر. وهنا بيقول مويو للجميع بالتراجع للخلف، وبيهجم على الرامي بشعلة الروح. وهنا بيخش المعالجين لعلاجه، وبيقول لهم القائد كما هو متوقع من أعضاء النقابة الملكية أنقذتوه في الوقت المناسب، ولكنها بتقوله إن هو مات، والقائد مصدوم من ده. وهنا بتهجم الهياكل العظمية، وبيأمرهم مويو بتركيز هجماتهم على شخص واحد. وهنا بيستخدم فارس الدفاع المطلق، ولكنهم بيدمروا درعه، وبيخلص عليه مويو بشعلة الروح، وبيتم القضاء على واحد ورا التاني، والقائد مصدوم من ده وبيقول إن ده مش إنسان إطلاقا. وهنا مويو بيستخدم انفجار الجثة، والجميع بيتم تدميرهم، وبيتقدم بطلنا لعند المدخل، وقبل ما يدخل الزنزانة بيدمر جميع الجثث دون ترك أي أثر لها. وهنا الآخرين بيقرروا الهروب، لأن النقابة الملكية لن تترك هذا الأمر. وبعد فترة بيخرج زعيم النقابة، وكمان لم يحصل على نواة ملك العفريت، وبيتفاجئ من اختفاء الجميع، وهل تم قتلهم جميعا؟ ونرجع لبطلنا، وبيكون وقتها خلص على ملك العفاريت واكتسب جميع الأدوات اللي خدها سابقا ما عدا نواة ملك العفاريت، ولكنه اكتسب مكانها كتاب العفريت الملك. وبيقول لنفسه انه هيدور على كيميائي لصنع خاتم ملك العفاريت لما يوصل الى اكاديمية شيا جينج. وكتاب الملك مفيد جدا لمهارة شعلة الروح وانفجار الجثة، وبيرتفع مستواها الى المستوى 13. وبيقول لنفسه بناء على الوقت يمكنني فقط عمل 5 زنزانات اخرى على الاكثر، وده هيوصلني فقط للمستوى 16، مع انه اقل قليلا مما كنت متوقع، ولكنه هيكون كافي لأكاديمية شيا جينج. وبيغادر الزنزانة، وبيلاقي إن الجميع غادروا، ولكنه الخيار الأفضل لهم. وفي اليوم التاني بنلاقي الأنسة شيا، وبتقول لنفسها إنها وصلت أخيرا للمستوى العاشر من أجل دخول مناجم البحر الغربي. وهنا بتتفاجئ من وجود مويو، وكمان هيدخل الزنزانة بمفرده، ولكني أيضا ساحرة نادرة في المستوى العاشر، ويمكنني بسهولة العثور على فريق، ولن أخسر قدامك، وخلينا نشوف مين اللي هيوصل للقمة الأول. ونرجع بقى لمويو، وبعد 45 دقيقة بيكون وصل لمكان الزعيم، وبيقول إن بعد ما رفع مستواه والتأمل لاسترجاع قوته العقلية زاد عدد مقاتلي الهياكل العظمية إلى 72. وهنا بيبدأ معركته مع ملك العفاريت، وبعد فترة بيخلص عليه وبيقول له أعمل إيه؟ أنا مش عايز أقتلك، ولكن لازم أرتقي بالمستوى. وبعد 12 ساعة بيقول له أنا جيت، ما تخافش،
لم يعد هناك سوى 3 مرات أخرى، وبيخلص عليه وبيوصل للمستوى ال14، وبعدها بيغادر، وبيقول لنفسه إن عدد المقاتلين زاد إلى 76، وارتفعت سماتهم الأربعة ل 2300 نقطة. وهنا بتظهر شيا وبتكون متبهدلة على الآخر، وهنا بتسأله عن مستواه، بيقول لها على المستوى ال14. وهنا شيا مصدومة، وفي الأول كان الفرق مستويين والآن أصبح 3، وهي الآن بالمستوى ال11 وهو في المستوى ال14، والفجوة بيننا تكبر وتكبر، ولن أعترف بالهزيمة. وبيتفاجئ بطلنا إنها ذاهبة لزنزانة، وبيقول لها مش انت لسه خارجة؟ وبيتساءل أليس لديها فترة تهدئة؟ وبعد ساعة بترجع تاني، ولكنها بتدور على فريق برضك، وبتذهب للزنزانة تاني، وبعد ساعة بترجع وبتكون حرفيا خلصانة على الآخر، ولكنها أيضا ذاهبة لزنزانة أيضا. وبطلنا عايز يسألها ازاي بتخش زنزانة كل ساعة، ولكنه مش لاقي فرصة. وبعد نص ساعة خلاص جابت آخرها، وكل ده زودها للمستوى ال12 فقط. وبيقول لها انت مش تعبانة؟ بتقول له بالطبع انا متعبة، ويجري كما كل سنة من قبلك، وكل سنة كنت تتفوق عليا، ولازم اتفوق عليك هذه المرة. بيقول لها فقط لهذا السبب. وبيقول لنفسه لو كنت اعرف ده كنت سبتلك المركز الاول في امتحان معين. بتقول له هو ايضا اريد التقديم في اكاديمية شيا جينج. وهنا بيقول لنفسه لو ترغب في التقديم في اكاديمية شيا جينج فمن الآمن أن تكون في المستوى ال15، والأكثر أمنا أن تكون في المستوى ال16. ولكن مع سرعتها الحالية الوصول للمستوى ال15 صعب عليها. وهنا بيقول لها أنت ليه ما فكرتيش دخول زنزانة على مستوى الكابوس؟ بتقول له أنت بتهزر معايا؟ مش من السهل إنك تلاقي فرق نخبة، وكل الفرق عايزة أعضاء في المستوى ال16 أو 17. وهنا بيقول لها لماذا يمكنك تجاهل وقت تهدئة الزنزانة؟ وبس كده يا صديقي، وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء ده. ولا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة، وفي رعاية الله.